رضوان التاغي المغربي اللي رعب الوليه ديال العهد هولندا. فشكون هو رضوان التاغي؟ الزعيم ديال ملائكه الموت والبارون ديال المخدرات. رضوان التاغي اللي هو العقل المدبر المنظمه ديالو في الجرائم اللي حدثت الرعب والمخاوف وسط الهولنديين. كانت عاده الاضواء باش تسلط من جديد على اشهر بارون مخدرات مغربي اللي مطلوب في العالم بعد ما كشفت الوليه ديال العهد هولندا على الهرب ديالها من البلاد ديالها خوفا من اخطر مافيا المخدرات اللي كيتزعمها المغربي الحاصل على الجنسيه الهولنديه. القصه ديال رضوان المثيره بدات حين تحول التاغي من شاب دريويش لاشهر زعيم اللي كيثير الخوف والرعب في هولندا، متزعم المنظمه ديال ملائكه الموت. تزاد الزعيم ديال الموكرومافيا في اكثر المناطق الشهيره للزراعه ديال الحشيش في المغرب سنه 1977 في المنطقه اللي سميتها بني سلمان ضواحي مدينه فشاون، وانتقلوا فيما بعد رفقه العائله ديالو لهولندا في سن صغير. وبمسار دراسي متعثر انضم رضوان للمنظمات الاجراميه اللي الاعضاء ديالها ذو اصول مغربيه، واللي غادي يدان فيها او سيدان بسلسله من التهم في جرائم القتل الخطيره اللي ترتكبت ما بين 2015 و 2019. رضوان التاغي ما كانش بارون عادي في المنظمه ديالو، وانما حسب ما تداولته الصحف الهولنديه سابقا فرضوان كان العقل المدبر المنظمه ديالو في الجرائم اللي حدثت الرعب والمخاوف وسط الهولنديين بما فيها الامن والقضاء. المصادر نفسها لقبات رضوان التاغي باخطر مجرم مطلوب في العالم، كما ان الشرطه الهولنديه اعتبرته كارتيل عظيم فور تسليمه من دبي للمحاكمه بعد ما كان المبحوث عنه الاول في هولندا. نهايه الاسطوره ديال رضوان التاغي في عالم المافيا والمخدرات المدرجه على قوائم انتربول كانت بالقبض عليه من السلطات الاماراتيه بدبي وتسليمه للشرطه الهولنديه سنه 2019. وبمشاهد هوليوديه ووسط اجراءات امنيه مشدده جرات المحاكمه ديال رضوان التاغي، واللي دانته بالسجن مدى الحياه اي المؤبد، واللي استمر في القياده ديال المنظمه ديالو الاجراميه من خلال نقل رسائل للشركاء ديالو في الخارج اي خارج السجن وفق ما تناقلت الصحف الدوليه. وكيشمل اهم اتهام ليه التخطيط للنيل من رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، وفيها ايضا على انه هدد بالخطف ديال الابنه الكبرى للملك الكسندر والزوجه ديالو اللي هي الملكه ماكسيما اللي هي ارجنتينيه الاصل، مما اضطر البنات ديال الاميره كاتارينا اماليا للهرب لاسبانيا. وكشفات الوريثه ديال العرش الهولندي الاميره كاتارينا اماليا البالغه من العمر 20 سنه انها مضات اكثر من سنه في العاصمه الاسبانيه مدريد بعد التحذيرات ديال اجهزه الامن من التعرض ديالها للتهديد من المافيا المخدرات اللي كيتزعمها المغربي اللي تسجن مدى الحياه اي بالمؤبد اللي هو رضوان التاغي، اللي هو معروف والدائره ديالو مقربه باللقب ديال ملائكه الموت. ووفقا لما ذكرت الصحيفه ديال تيليغراف المحليه في تقرير عن مصادر ملكيه، وكانت الاميره تخلات في اكتوبر سنه 2022 على الخطط ديالها العيش في مساكن معروفه بسبب مخاوف امنيه. بعد اسابيع فقط من بدء الدراسه ديالها في الجامعه ديال امستردام للدراسه ديال السياسه وعلم النفس والقانون والاقتصاد، في ذلك الوقت قالت الوالده ديالها الملكه ماكسيما على ان الاميره لا تستطيع العيش في امستردام وما كتستطيعش الخروج من القصر، وهذا الشيء كيسبب عواقب وخيمه على الحياه ديالها، اشاره الى ما ورد بالتقارير الامنيه اللي افادت بان اماليا ورئيس الوزراء ورد الذكر ديالهم في اتصالات من قبل مجموعات الجريمه المنظمه، ما ادى الى مخاوف من عمليه اختطاف اللي تنال من كل منهم.